السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده نشرح درس جديد في كورس الاكسل. هنحاول نجمع جميع الاختصارات الموجودة في الاكسل نشرحها لكم بحيث نقفل الكورس على قد ما نقدر. خلاص احنا في نهاية الكورس، فنحط كل الاختصارات مع بعض في فيديو واحد عشان تبقى ملم بيها لو حبيت تراجعها في اي وقت. تابع معانا. اول اختصار معانا هو كنترول دبليو. دلوقتي انا ضغطت على كنترول دبليو هيحصل ايه كده؟ انا هقفل الفايل بتاعي، هقفل الورك بوك بتاعتي في الاكسل. طبعا مش عايز اقفلها. لو عملت كنترول او اللي كان اختصار الاوبن، كان هعمل استدعي ملف انا كنت شغال عليه قبل كده. الت اتش. دلوقتي انا رحت وقفت على كلمه ريفيو دي، قمت ضاغط على الت اتش هترجعني لهوم على طول من الاول خالص. تمام، يعني الت اتش دي بترجعك لهوم للصفحه للجزء ده. كنترول اس طبعا احنا عارفين اللي سيف، لكنك ضغطت على علامه السيف دي. بس لو انت كنت حافظ الملف بتاعك قبل كده في مكان قبل كده، مش اول مره تشتغله. لو اول مره تشتغله لازم تعمله من فايل، تعمل سيف از عشان تحدد المكان بتاعه. كنترول سي كوبي، كنترول في بيست، كنترول زد انت ترجع خطوه لخلف. بس لو كتبت اي حاجه قمت عامل كنترول زد اكنك كتبتهاش خالص، مش بتمسحها، لا بترجع خطوه لخلف. ممكن تعمل كنترول زد تانية ترجع كمان خطوه تانية. عندك اختصار تاني برضو كنترول اكس. كنترول اكس ده مثلا لو انت كاتب اي حاجه هنا ضغطت على كنترول اكس قمت رايح هنا عامل كنترول في، يبقى انت كده عملت ليها عمليه قص. تمام. لو انا واقف هنا على كلمة داتا مثلا قمت عامل الت ان هيودينا على انسيرت على طول، قائمة انسيرت. طيب لو انا وانا مثلا واقف على الكلام اللي انا كاتبه ده وضغطت عليه كنترول بي، هتلاقي اخد اللون اللي هو البلاد ده اللي هو حرف البي هنا اصلا في الاساس. دي خلاص اتحولت لدي، لو انا شلتها ترجع زي ما كانت. دي اختصارها بتاعها ايه؟ كنترول بي، حتى مكتوب عليها اهو كنترول بي. تمام. دلوقتي مثلا برضه انا واقف على هوم اهو، قمت رايح ضاغط على الت بي وداك لبيج لاي اوت، والت ايه وداك على داتا، والت دبليو وداك على فيو، والت ام هيوديك على فورميولا. تمام. طب لو احنا وقفنا مثلا على الصف ده، حددنا ده، خلينا مثلا في ده، قمنا عملنا عليه كنترول 9 اختفى معاك. هنضغط كنترول زد يرجع تاني. لو وقفنا هنا على حرف الجي وعملنا كنترول 0 اختفى. تمام. احنا هنعمل كنترول زد نرجع تاني. فشوف بقى ايه، انت عندك الكنترول 9 والكنترول 0 بيختفي بدل ما تقعد تقف وتعمل كلمة تعمل هايد. فاهم؟ فكده ايه اسهل اختصار ليك يعني. برضه لو عملت كنترول الت ماينس لو علامة الناقص دي هتلاقي بتعمل ايه؟ زوم اوت. طب لو عملنا على اللي علامة الايكوال اللي هي البلاس دي اللي موجودة في الكيبورد هتلاقي بتعمل ايه؟ زوم ان. تمام. لو عملت شيفت F2 يعمل لك انت تعمل كومنت. تمام. بس في ملاحظة موجودة بقى، لو انت الكيبورد عندك الحروف الاف واحد واف اتنين فيها اللي هي بتعلي الصوت وتوطي الصوت، في عندك في الكيبورد علامة مكتوب عليها اف ان، لازم تضغط عليها قبل اف اتنين. فاهم؟ مش كل الكيبوردات موجودة فيها الخاصية دي، لكن في حاجات الاف واحد واف اتنين واف تلاتة والارقام دي بتعمل شغلتين مع بعض في نفس الوقت. ممكن تعلي الصوت، تكتم الصوت، الكلام ده ممكن تشتغل كأنها اف واحد واف خمسة والحاجات دي. فانت لو انت عايز تفعلها كخاصية اف واحد واف اتنين لازم تضغط قبلها اف ان، لكن لو انت عايز تشغلها توطي وتعلي متضغطش على اف ان. تمام. نعمل برضه على كنترول شيفت F2 دي لو هتعمل عملية الطباعة البرنت بتاعتك. تمام. طيب هنعمل كنترول كي ده لو انت عايز تضيف هايبر لينك، عايز تضيف لينك. تمام. لينك بقى عبارة عن ايه؟ ممكن تبقى ملف، ممكن تبقى شيت، ممكن تبقى دوكيمنت نيو دوكيمنت، ممكن تبقى ميل، ممكن تبقى موقع. تمام. في حاجات كتير احنا كنا قلنا الحاجات دي قبل كده. طب لو افتح كنترول كده دي وقمت ضغط على كنترول 4 حتى خط، ضغطت تاني 4 شلت خط، كنترول 3 عملها مايل، اللي هو الكلمة تبقى مايلة يمين أو شمال، رجعتها تاني. كنترول 2 بلاد، كنترول 1 تتحدد لك الخلايا دي نوعها ايه، تعملها جنرال ولا امبر ولا كده. تمام. دي كانت مجموعة من الاختصارات كانت معانا النهاردة. يعتبر الكورس قرب ينتهي، معادش فيه الا درس أو درسين هينزلوا إن شاء الله على القناة، وبعدين نبدأ في كورس جديد. متنسوش تدعمونا باشتراك والله.